هل اتجوز واحدة اجنبية عشان اخد منها الجنسية واسافر بقى واعيش احلى ايام حياتي، ولا اتجوز واحدة مصرية، ولا انا اتجوز واحدة لبنانية ولا عراقية؟ هل الزواج من الاجنبيات ده صعب وسخيف والعلاقة هتبقى زي القرف، ولا دي احلى حاجة في الحياة؟ هل اتجوز واحدة مصرية عشان تبقى فاهماني وفاهمها، ولا بلاش يا عم ده الجواز من المصريات صعب؟ طب اللبنانيين عاملين ايه؟ قرار الزواج هو من أصعب قرارات حياتك اللي غالبا بتاخده غلط عشان بتبقى بنيه على المشاعر والأحاسيس، لكن في ناس بتبقى قادرة إن هي تقرر بعقلها شوية فبيقرروا قرارات صحيحة. القرارات الصحيحة دي بتبقى جاية من الخبرة. طب أنا لازم أتجوز مرة واثنين وثلاثة عشان أعرف؟ لا، أنت ممكن تاخد خبرة الناس. يعني العبد لله جمعت شوية خبرات من ناس اتجوزوا ألمان واتجوزوا روسيين واتجوزوا أوكرانيين واتجوزوا مصريين وعراقيين ولبنانيين. كل ما كان في حد بيبقى متجوز وحابب ان هو يحكي التجربه كنت بقول له احكي لي، لاني ببقى عايز افهم ليه في علاقات بتنجح وفي علاقات ما بتنجحش. اتجوز واحده المانيه بما ان انا مسافر المانيا وعيش احلى ايام حياتي في المانيا، ولا دي هتبقى اوحش ايام حياتي؟ تعال احكي لك كده كام قصه دماغك هتشت منهم، هتبقى مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، ازاي ده حصل، كانت العلاقه عامله ازاي في الاول، ايه المشكله، طب انت تعمل ايه انت بقى دلوقتي، تقرر ايه، البنت اللي انت بتحبها دي تتجوزها ولا ده قرار غلط؟ تعال احكي لك كل حاجه من الاول، وان شاء الله في اخر الفيديو تعرف تقرر صح. يلا بينا. بما اني في المانيا فهبدا الكلام على الجواز من الالمان. الجواز من الالمان عكس دينك، انت مسلم وهتتزوج واحده مسيحيه، في مشاكل كبيره وكتيره جدا. هتقولي بس ليه؟ انا اعرف حاجات نجحت. هحكي لك على قصه دكتور اتعرفت عليه بعد صلاه الجمعه. الراجل ده دايما كنت بقابله بعد الصلاه، ودايما راجل حزين. هو كان دكتور جلديه وشغله ناجح جدا في المانيا، واتعرف على بنت كويسه في الجامعه قبل ما يشتغل وقبل ما ينجح في حياته. اتعرف على بنت كويسه في الجامعه وحبها. لحد هنا انا عارف الجزء ده، بس شايفه على طول تعيس. وفي يوم من الايام بعد الصلاه انا وهو بنمشي لحد المحطه، انا بروح قطر في اتجاه وهو بيركب قطر في اتجاه تاني. فلقيته يعني مكتئب جدا. فرحت قلت له يا دكتور مالك النهارده، حاسس الدنيا جايه عليك قوي، الشغل فيه مشاكل ولا ايه؟ قال لي والله ابدا يا لؤي، ده انا الشغل عندي زي الفل الحمد لله، الدنيا ماشيه في الشغل احسن مما اتمنى بكتير. فقلت له مالك يا دكتور في ايه؟ طيب قال لي هو انت متجوز؟ فقلت له لا. قال لي اوعى تتجوز المانيه. قلت له تسمح لي اسال ليه؟ قال لي انا عايش اوحش ايام حياتي. انا خفت اسال بس حسيته عايز يحكي، فقلت له انا معاك لو عايز تحكي. قال لي انا هحكي لك عشان انا خايف ان انت تقع في نفس الغلطه اللي انا وقعت فيها قبل كده. قلت له طيب احكي. قال لي وانا في الجامعه اتعرفت على بنت جميله جدا جدا جدا، ومش بتكلم على جميله شكل بس، اخلاقها تحفه. بتلبس لبس الى حد ما واسع، ما بتلبسش لبس ضيق وما بتعريش كتير، لا لبسها كويس. هي يعني اخلاقها كده قريبه مننا شويه، قريبه من العرب شويه، كريمه طيبه جدعه. لما كنت بتزنق في حاجه كانت تساعدني. واحده واحده اتعرفنا على بعض وقعدنا سنه في الجامعه، انا وهي بنساعد بعض في كل حاجه وواقفين جنب بعض في كل حاجه، لحد ما انا تعلقت بيها وحسيت ان انا حبيتها جدا، وحسيت ان انا لو هتجوز دلوقتي فهي دي اللي انا هتجوزها. بس المشكله ان انا كنت لسه طالب، ولا معايا فلوس، ولا معايا اي حاجه في اي حاجه اقدر اتجوز بيها، ولا معايا شقه، ولا معايا اي حاجه. هعمل ايه؟ في يوم من الايام كنت بتكلم معاها وقلت لها ان انا بحبها، وهي قالت لي ان هي بتحبني، وعرضت عليها فكرة الجواز لان انا اي حاجة خارج اطار الجواز حرام ومش ممكن. وهي حبت الفكرة دي، حست انه انا ممكن انول منها الحتة دي، ممكن الحتة اللي الشباب كلها بتسعى ليها بقى نقضي اوقات سعيدة مع بعض واخدت كفايتي منها، وانا مش عايز اعمل كده خارج اطار الجواز. فانا بالنسبة لها حد راقي، حد شيك، ايه الحلاوة والطعامة دي. وقررت انا وهي ان احنا نتجوز. اهلك موافقين؟ معرفش. اهلك موافقين؟ معرفش. طب الجواز عندكم ايه يا بنتي في المانيا؟ دبله ودبله، لبس الدبل، بنروح نسجله قانونيا، نعيش مع بعض في نفس البيت، نتقاسم المصاريف بتاعه البيت بالنص. هذا والله الحوار ده حلو سهل، ولا بقى شبكه ولا قايمه ولا نايمه ولا اي حاجه خالص. راح اتكلم مع اهله، اهله قالوا لا، مش هتتجوز واحده رقم واحد مش على دينك، رقم اتنين مش لسانها مش لسانك، انتوا بتتكلموا انجليزي مع بعض وهي مش فاهماك بالعربي، هتتخانق معاها ازاي؟ دي هتتكلم معاها ازاي؟ هتعيش معاها ازاي؟ هتقول لها كلام حلو ازاي؟ والطباع مختلفه والدين مختلف. الاهالي هنا وهنا رفضوا رفض شديد جدا. لكن كانت قصه الحب ما بينهم قصه حب عنيفه الى اقصى درجه.
فهو قرر انه بغض النظر عن رأي اهلي واهلك احنا هنتجوز وهنحط اهلنا قدام الامر الواقع وهم هيقتنعوا بده بعد كده. واتجوزوا. دبلة هنا دبلة هنا يا دبلة، وخلاص الموضوع خلص وبقوا متجوزين مع بعض في نفس الشقة. وخلي بالك ان هو عمل حركة زيادة، هو سجل قانونيا الجوازة دي وسجلها شرعيا في المسجد. يعني راح عند امام المسجد وجابوا شهود وقعدوا وكتبوا الكتاب، يعني عمل كل حاجة واعلن يا جماعة دي زوجتي، وعمل كل حاجة، مش بيعمل حاجة في السر، مش ورقتين عرفي، كل حاجة عاملها زي ما الكتاب بيقول. اول ما قعدوا مع بعض تحت نفس سقف البيت الدنيا بدأت تختلف شوية. بدأ يلاقي ان هي بتكلم اصدقائها الولاد، وان هم مش بيقولوا حاجة خارجة، بس اصدقائها الولاد بيجوا لها البيت وهي شايفة احنا ما بنعملش حاجة غلط، جايين لي البيت وقاعدين مع بعض قاعدة كويسة، ويقول لها انت ايه علل لك ايه، اللي هو نفس فكرة دهاني. بس هي شايفه ان مفيش حاجه. شخص من الاشخاص دي كان يعني ميوله مختلفه شويه، ما بيحبش الستات وبيحب الرجاله، فكانت بالنسبه لها ده يعني كانه اخوها. هي مفيش مشكله تبقى لابسه هدوم مش قوي قدامه لان هو مش هيحس بحاجه تجاهي، فده انت ليه تغير منه، ده كانه واحده صاحبتي. وتبقى لابسه هدوم شبه فاضحه قدامه في البيت والراجل يروح يلاقيهم في البيت يتجنن. وبداوا ان هم يتخانقوا مع بعض خناقات يقوموا بيها بعض. هو يقول لها لا، هو انت مش مسموح ان انت تجيبي اي حد في البيت من صحابك الولاد، البنات ممكن، الولاد استحاله، ومفيش حاجه اسمها ان انت تلبسي عريان قدام اي حد، استحاله. ويبداوا ان هم يعني هي تتشكل عليه شويه وهو يتشكل عليها شويه ويزقوا الدنيا مع بعض. اول سنه كانت كابوس مرعب، بس الناتج بتاعها ان هي بدات تفهمه وهو بدا يفهمها، والدنيا بدات تمشي الى حد ما بشويه مشاكل بشويه خناق، بس ماشيه قدام الناس من بره الدنيا زي الفل، مبسوطين بيخرجوا بيتفسحوا كل حاجه جميله. الخطوه اللي بعديها خلفوا اول ولد، الست بقت حامل، خلفوا الولد، بدا يبقى فيه شويه خناقات انه يعني خلاص يعني اكيد هيطلع مسلم لابوه، يعني هو مش هيطلع مسيحي ليكي، بيطلع مسلم لاب. قالت له لا، مين قال لك كده، ما يطلع مسيحي ليا. بلاش، هيتسمى على اسمي. لا، مين قال، في المانيا ممكن يتسمى على اسم انا كمان. يا ستي انا الراجل، الولد هيطلع شايل اسم انا، لا يشيل اسم عيلتي، اشمعنى اسم عيلتك. وبدأ برضو يحصل شوية مشاكل في حتة الولد وهنعمل ايه وما نعملش ايه. بعد الخلفة بسنة أو سنة ونص نزلوا مع بعض مصر، أول مرة الأهل يشوفوا البنت. الأهل بالنسبة لهم ده الأمر الواقع، هيشوفوا الحفيد، هيشوفوا البنت، خلاص مضطرين ان احنا نتعامل معاها. تعاملوا معاها معاملة كويسة جدا، قضوا أجازة سعيدة، شوية خلافات وخناقات بسيطة كده بس عدت. سافروا من مصر، رجعوا على ألمانيا، اكتشفوا ان هي حامل للمرة التانية، حامل المرة دي في بنت. بدأت الخناقات تزيد شوية، يتخانقوا طب البنت هتعمل ايه، الولد هيعمل ايه، المدارس مش عارف ايه، بدأوا يتخانقوا على حاجات لسه بعيدة، بس بيتخانقوا عشان هما مش عارفين الحياة شكلها ايه. هي بقى لما بدأت تحس ان الحب المشتعل اللي كان في الاول والراجل الجانتي الجان اللي انا كنت شايفاه ده مش هو اللي انا شايفاه دلوقتي، بدأت ان هي تتغير معاه. وقالت له بقول لك ايه، دول عيالي، انا ألمانية وانت مصري، ودول عيالي، هنعمل اللي انا عايزاه او يلا بينا على المحاكم. نبرة الصوت اختلفت. لا 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 معلش ثانية واحدة، انا متجوزك مش كده، انا متجوزك يعني في قصة حب رومانسية عنيفة. قالت له بيني وبينك المحاكم. بدأ ان هو يحاول يلين معاها شوية ويعدي شوية. دهاني خلاص دهاني، طب الواد هيطلع مسيحي، طب نبقى نفكر لما يكبر شوية ونبقى نخيره. هيتسموا على اسمك، طب بلاش، هيتسموا على اسمي واسمك، ناخده من عندي اسم ومن عندك اسم. بدأ ان هو يلين لانه خاف من فكرة المحاكم، وبدأ ان هو يتنازل عن حقوقه. بدأ ان هو الحاجات اللي كانت بالنسبة له ده حق اساسي انا مش هغيره، بدأ يقول خلاص مش مشكلة بس الدنيا تمشي. وخطوة خطوة خطوة بدأ ان هو يوافق على حاجات هو عمره ما كان هيوافق عليها، منها موضوع دهاني ده. لان ده كان هو بيحكي لي كان في شخص معين هو بعينيه شايف ان الواد ده عايز يوقعها عشان يتجوزها، وهو مش قادر يستحمل حاجة زي كده، وعمال يحذرها وهي بتقول له انت متخلف دهاني. مهم، قعد يكتم يكتم يكتم، العيال كبرت شوية، بقى الولد عنده 3-4 سنين، البنت بقى عندها 2-3، يكتم يكتم، الولاد تكبر لحد ما وصل عند مرحلة انه ما بقاش طايق العيشة وما بقاش مستحمل، وقرر ان هو محاكم محاكم هاتي اخرك. وبدأوا ان هم يلجأوا للمحاكم ويدفع فلوس بعد ما هو كان الفلوس بتاعته بيصرفها وبينبسطوا بيها وبيسافروا، يدفع للمحامي هي هنا وهي تدفع للمحامي هنا. وفي الاخر
توصله بشوية لعب منها، بشوية علاقات منها، بشوية نحنحة منها، ان هي تاخد الحضانة بتاعت الاطفال، وان الاب يبان ان هو شخص سيء ومتحرش وخاين وابن 60 في 70، فهو يحق ليه رؤية الولاد في اوقات معينة ويحق ليه حاجات معينة، بس الحضانة راحت للام. اللحظة دي هو انهار، ولاده ما بقوش بتوعه، ولاده ما بقوش معاه، ولاده ما بقوش ولاده. وبعد ما حصل قرار الطلاق، يجي الشخص اللي هو ده كان هاني يقوم داخل البيت من بابه: بص يا حاجة أنا عايز أتجوزك. والولاد، طب أنا كده ولادي ليه يتربوا مع الراجل ده؟ ويبدأ يقول يعني أنا كانت نظرتي صح من الأول إن هي وهو كان في ما بينهم حاجة بصورة غير رسمية أو بصورة غير واضحة، وأنا كان عندي حق، بس هي ضحكت عليا وقالت لي إن أنا متخلف وإن ده هاني. وبعد ما كانت قصة حب جميلة جدا في الأول، اتنين بيحبوا بعض ويتحدوا بعض، وده يلبس الدبلة ودي تلبس الدبلة ونتحدى العالم، إلى أب عنده ولد وبنت ما بقوش ولاده، ما بقاش ضامن هم هيطلعوا مسلمين ولا مسيحيين، ما بقاش ضامن هيبقوا اصلا اسمه موجود في المعادله ولا لا، ما بقاش ضامن اذا هم هيحبوه ولا مش هيحبوه، لان هم شايفين ان هو متحرش وان هو وحش وان هو كان بيأذي مامتهم. خسر كل حاجه. طب القصه الحزينه اللي انت قلتها دي يا لؤي عايز توصل لنا منها ايه؟ عايز اوصل ان الاختلافات اللي انت ما بتبقاش شايفها في الاول ممكن تطبع عليك في الاخر وتأذيك جامد جدا. يا نهار ابيض على الحزن، يا نهار ابيض على الكآبه، انا مش هتجوز اجانب يا عم، خليني في بنت بلدي. هقول لك بس استنى واحده ثانيه واحده، ملهاش علاقه بالجنسيه قوي. البنت دي من الاول حتى لو كانت واحده عربيه، بس كان في شويه اختلافات في الاول كانت باينه وواضحه، هو ما شافهاش، شافها بعد كده. في قصه تانية اعرفها، المهندس كمبيوتر اتجوز واحده المانيه كانت لسه داخله في الاسلام، والطباع مختلفه برضو شويه، بس طبعوا على بعض، وهي شربت منه كل حاجه كويسه وحبته، ووقفت جنبه في وقت هو الدنيا جت عليه جامد جدا وخسر شغله، وكان بيضطر ان هو يسافر، يعني ممكن يفضل مسافر شهرين 3 بيشتغل ويرجع لها تاني. فترة معينة حصل كده لحد ما ربنا كرمه ولقى شغلانة في المكان اللي هم فيه، اشتغلوا مع بعض، الحياة بقت كويسة، نجح في حياته أكتر وهي نجحت معاه، خلفوا بسم الله ما شاء الله تقريبا 3 ولاد وبنت أو ولدين وبنتين، وبقوا مبسوطين جدا في حياتهم وعايشين دلوقتي قصة حب جميلة جدا. هتقولي يا عم انت لخبطتني، عمال تقولي العلاقة وحشة وبعد كده جبت لي حد تاني مثلا علاقة حلوة، انت عايز توصل لإيه؟ أنا عايز أوصل لأن أي علاقة في الدنيا في الأول هتبقى وردية جدا. الطباع القريبة من بعض لما تيجي تتجوز واحدة من بلدك أو تتجوز واحدة من دينك أو تتجوز واحدة يعني قريبة منك، هتخلي الدنيا أسهل بكتير جدا. صلي استخارة قبل أي خطوة، قرر بعقلك ما تقررش بقلبك، وإن شاء الله طالما صليت استخارة ربنا يوفقك للخير. وكالعادة ادعي لي.